بجد بقى مفيش اسهل ولا احلى من كده. عملت بقى بتنجان مقلي، والخلطه بقى بتاعته كانت جميله جدا، وكل بقى اللي داقه عجبه بقى جدا وقال لي بقى طريقته ايه. بس قبل بقى ما اقولك طريقتي فيه، يا ريت بقى تدعميني باللايك والشير والمتابعه، وكمان بقى تعرفيني في الكومنتات من اي بلد بتتابعيني. يلا بقى نسمي الله ونصلي على النبي ونبدا. جبت بقى البتنجان بتاعي، جبت بقى 2، كان حجمهم بقى وسط، غسلتهم بقى كويس جدا وقطعتهم بقى شرايح متوسطة وقليتهم بقى وسبتهم على جنبه علشان بقى اعمل الخلطة بتاعتهم. جبت بقى الكبة بتاعتي وحطيت فيها بقى قطعة من الفلفل الاخضر، وكمان بقى ممكن نحط فيها قطعة من الفلفل الحار لو حابين، وحطيت بقى على الفلفل معلقتين كبار من الخل الابيض، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وحطيت بقى التوابل بتاعتي كانت ملح وكمون وكمان كزبرة ناشفة، وحطيت بقى كمان جزر مبشور وضربتهم بقى كويس جدا في الكبة. وبعد بقى ما الخلطة جهزت معايا حطيتها بقى على البتنجان، وكمان عصرت عليهم نص ليمونة